والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والعام القادم تكونوا من حجاج بيت الله الحرام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كاملوا بخير وبصحة جيدة يا رب، وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناة جهينة للتدابير والمطبخ. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وإن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبدأ الفيديو تاعنا حبيباتي، ما ننساوش الصلاة والسلام على النبي العدنان، نبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عيد مبارك سعيد خياتي، كل عام وانتم بخير وبالصحة والعافية إن شاء الله في حياتكم وفي حياة ماليكم وحبابكم والعزاز عليكم إن شاء الله. اليوم حبيت نتقاسم معاكم أجواء العيد يا خياتي، راح نبارطاجي معاكم فلوق العيد في دار شيخي. هذا أول عيد ليا مور زواجي وأول عيد وأنا بعيدة على دارنا. ليسونسيال خياتي، الفيديو تاع اليوم راح تشوفوا كيفاش جاز نهار تاع العيد، وواش لبست وواش طيبت وشكون جا عندنا، عادات جديدة عند ناس داري. وهذا ما كان حبيباتي، ما تنسوش تخلوا لي جام وابوني اذا عجبتكم قناتي، انضموا لقناتنا قناه جهينه للتدابير والمطبخ. وهيا نبداو مع بعضنا في الفيديو ولا في الفلوق تاعنا تاع اليوم. كما راكم تشوفوا خياتي، اول حاجه كنت بديت بها واللي هي حطيت الطابله تاع القهوه، سيرفيت لي غاتو اللي كنت درت مقروط وصاب لي سامبل، وكنت درت حبه تاع مسكوشو كما شفتوا، كنت درت فيه حبتين بيض برك، ما حبيتش يعني نكبرها ولا كما شفتوا خياتي. كنت حطيت الطابله تاع القهوه، حطيت السيرفيس، حطيت غير 3 فناجل باسكو ما يحبوش هكا يستقهوى مع نهار العيد، يفطروا قبل بالكبده وكل شيء. ليسونسيال بنات، انا استقهويت شبعت ومن بعد خرجنا ووجدنا الحاله باش نبداو نذبحوا. دوك راح نشوفوا كل شيء معايا بالتفصيل وشنو. البنات ما تنساوش تخلوا لي جنب باش الفيديو تاعنا يطلع ويشوفوا اكبر عدد من لي زابوني تاعي. لحنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، خرجت نوريلكم في المراح ولا نوريلكم في الساحه. كنت سيقتها ليله من قبل، بصح جا الغبار واش نحكي لكم، هاد الايامات الدنيا كامل راهي حمراء، تسمى مع الصباح عاودنا كامل ضربنا تشليله هكا، سيقنا كل شيء، ومام كنت كنست الارض، الشجر كامل طيحوا الوراق نتاعهم. وكما شفتوا البنات موراها بدينا باش نذبحوا. وشوفوا لي ما شاء الله الفرحه تاع الاطفال كيفاش راهم يتصوروا وكيفاش راهم يلعبوا مع الكبش، يعني ما شاء الله. الحمد لله اللي عشنا هذه الاجواء، وربي يسمح لنا من اللي ما عيدوش ان شاء الله العام الجاي كامل الناس تفرح بالعيد. كما راكم تشوفوا حبيباتي، ما نقدرش نبارطاجي كل شيء بالتفصيل، على بالكم الفيديو قادرة تسمحالي من اليوتيوب، يعني المنظر هذا تاع الدم ولا تاع الذبيحة كامل ما نقدرش نشارك كل شيء بالتفصيل. لا علينا، كما شفتوا حبيباتي لهنايا كنا ذبحنا يعني الأضحية الأولى، موراها نحينا البوزلوف ونحينا الدوارة، ومن بعد يكملوا مع الأضحية الزوجة والثالثة. المهم خياتي، يعني كل واحد وش راهو يدير وكل واحد وش المهمة نتاعو، والحاجة الأهم إنه كامل رانا متعاونين وكامل رانا متكاتفين. والحاجة اللي فريمون عجبتني إنه
غير ولاد الدار هما اللي يذبحوا واللي يستلخوا واللي يديروا كل شيء. يعني الحمد لله اللي ما جاش علينا غريب وما جبناش واحد من برا باش يذبح ولا تما. عجبني الحال باسكو راني نصور وراني ندور. يعني الحمد لله اللي موالين الدار برك اللي كاينين. كيما شفتوا البنات مور ما ذبحنا لهنايا جيت انا باش نشوط البوزلوف. يعني لهنا قبل ما نبدا في الراس يعني بديت بالرجلين راكم تعرفوا هذوك اللي نحوهم قبل. ليسونسيال كنت شوطتهم وزدت شوطت البوزلوف. لهنا نوريكم لقطات خفاف برك باسكو صورت بيدي ما صورتش بالرينج لايت. على بالكم كانت شويه مكسوره وموراها كي زدت خدمت بها تكسرت لي كامل تما راني نخدم بيدي برك. لهنايا الحاجه اللي راح نقولها لكم وهي العاده اللي عجبتني عند ناس داري. بون كاين اللي تعجبهم كاين اللي ما تعجبهمش مي انا نورمال يعني جاتني عادي انه الكبده مع الصباح يعني يقليوها يوزعوها على كامل اللي راهم كاينين في الدار واللي بقات تتقلى ولا تدار ملفوف. وبالنسبه للدواره يعني كامل راح تندار عصبان ما كاش هذيك تاع يعني نقلو مقله احنا في دارنا ما نديروش العصبان يعني نديروا الدواره نقلوها ولا نديروها بكبوكه كما يقولوا بعض الناس ولا نديروها جواز. ليسونسيال بصح باش نديروها كامل عصبان هذه ما احنا ما نديروهاش في دارنا بصح عند ناس داري هما يديروها. بون لهنايا كيما شفتوا كنت درت شويه تاع الكبده باش نقليها لهم اللي راهم يذبحوا باش نبدا بيهم. لهنايا كيما شفتوا يعني درت لها شويه ملح وكان قال لي ابي ديري لي فيها شويه تاع الكمون. المهم كنت قليت هذه الكميه ومن بعد ما كفاتش تما موراها كنت زدت. لا علينا حبيباتي اذا عجبتكم الفيديو راكم واصلين لهنايا فيريفيو الجيم وفيريفيو ثاني الابوني اذا ما راكمش دايرين وما تنساوش تهبطوا لي كومنتير وما تنساوش صلاة والسلام على النبي العدنان في التعليقات. لهنايا مر ما كملنا مر ما ذبحنا يعني راهم يسيقوا في الدم الحمد لله. هاوليكم ابي يعني كنت صورت فيديو كان يعايد عليكم يقول لكم صحة عيدكم وكل شيء ما على باليش تمحالي باسكو هكذا صغار كي كانوا يعيوني كنت نعطيهم التليفون يلعبوا باش يحبسوا شويه من الحس نتاعهم ثم واحد منهم يكون محالي لا فيديو سيغمون. ليسونسيال بعد ما سيقنا وكل شيء يعني كامل تعاوننا لهنا جيت باش نقي الدواره يعني خليتها هي اخر حاجه مور ما سيقنا ومور ما كل واحد طلع لدارو كل واحد يعني حكم بلاصتو جيت انا باش نكمل الدواره نتاعي. لهنايا يعني عجوزتي قالت لي الكرشه هما يكرطوها في دارهم يعني عييت وانا نقول لكم الكرشه ما تتكررش حتى وين جيت للدار قالت لي عجوزتي كرطيها. كيما شفتوا لهنايا كنت درت في القدره يعني في الماء يغلي كنت درت ماء يغلي ودرت معاه 2 بايط تاع لاليفور شيميك تسمى يا البنات. خليتها تغلي مليح ونغطس فيها هذيك الكرشه ومن بعد نحيها ونبدا نكرط فيها بالموس راح تتنحى لي هذيك الحروشيه ولا هذيك الكحوليه فاسيلمون. ولهنايا المصارين هما كيما شفتوا يا البنات يعني يسلوهم يعني يجبدوهم كامل محنا في دارنا لا ما نسلوهم ما نفتحوهم يعني جوستي قالت لي سليهم كامل ومن بعد احكمي الموس ودخلي فيهم وشغل تشرميهم كامل تفتحيهم. بصح انايا ما عجبتنيش هذه الخدمه ما اكذبش عليكم. تسمى كيما شفتوا مع الاول كي كنت نقطع في الكرشه ونكرت فيها نحيت مرسوليه انا من ناكلها ماشي مكرطه. وبالنسبه للمصارن مسليتهم ما والو يعني كنت دخلت فيهم التيو وهما دايرين يعني تنقاو مليح ويعني كل حاجة يعني خليتها ليا كل حاجة خليت منها شوية يعني من الكرشة من القلب من المصار من كل شيء وهي هاي ليكم اللي خليتها ليا كما شفتوا. يعني أنا نحبها مقلية يعني كنت درت مقلة باش نفطر به وفينالمون ما كليت ما والو. شوفوا لي لهنا يعني كنت درت شويه قلب شويه كبده شويه طيحه الكرشه ما كررتها شويه رياني من كل حاجه شويه وخبيتها باش نديرها من بعد جواز ولا نزيد نقلي منها. واللي بقات كامل يا البنات نحينا منها القلب والكبده وغليناها كامل يعني المصارن الرية والكرشة يعني كامل كنت قطعتهم كنت قطعتهم عجوزتي عفوا بهذه الطريقة وراح ندير بيهم العصبان. الوصفة بالتفصيل راني مشاركتها معاكم مرتين من قبل ماليش نحط لكم الرابط بالتفصيل
في صندوق الوصف وفي أول تعليق، وإن شاء الله تعاودوا تولوا للطريقة. شوفوا اللي هنا يعني كنت وجدت لي زي بيس، الحشاوش، الروز، البصل، وكل حاجة يعني وجدت لي زي بيس للعصبان، وكنت وجدته ثانيك لللاصوص تاع العصبان، يعني الحشوة تاع العصبان، وثاني لاصوص اللي رايح يطيب فيها ولا هذيك المرقة. شوفوا معايا البنات لهنا أول حاجة كنت درتها في لاكوكوت، حطيت شوية زيت وخليتها تغلي، موراها زدت عليها مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وزدت عليهم نص حبة تاع بصل مسكرفجة، سنتين ولا 3 تاع الثوم، وشوية حشاوش، قليتهم مليح مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. لهنايا يعني الطوماطيش كانت مقلاصية تما حتى وين ذابت، وقليتهم مليح مع بعضهم. نزيد لهم لهنايا فنجال تاع الماء ولا كاس قيس ماء تتقلى لي هاد لاصوص تاعي مليح، وراح نضيفوا لها لي زيبيس والحميصه. بالنسبه لي زيبيس يعني كنت درت كرويه، راس الحانوت، القزبر، فلفل الكحل، شويه كمون، وثان الفلفل العكري، كنت خلطهم كامل مع بعضهم، ودرت الملح ودرت الماء يغلي، وخليت هاي البنات ترفد الغلية. بالنسبة للحمص يعني كنت كثرت، تعرفوا العصبان يجي شغل كميسات ولا، ويعني الحاجة اللي راح نغمسو فيها اللي هي لاصوص والحمص تما لازم نكثروا الحميصة. شوفوا معايا البنات لهنايا غلقت عليهم في لاكوكوت وخليتهم بجيه، وجيت باش نحضر معكم العصبانات. اللي هنايا كنت درت الدوارة مغلية في الماء ومقطعة، وكنت درت الحشاوش كيما شفتوا، وكنت درت الروز، وراح نضيف عليهم حبتين تاع بصل كبار مرحيين مليح، وراح نضيف معاهم ثان راس ولا راس ونص تاع الثوم. يعني فريمون هاد لاغوسيت تحب الثوم. وعندي لهنايا كمية تاع نعناع يابس كنت حطيته بين يديا، ولي بيس كما قلت لكم فلفل الكحل، فلفل عكري، كمون، كروية، ودرت لهم ثان راس الحانوت والقزبر، وزدت لهم رشة تاع زعفران ولا كركم، ونضيف لهم الملح وشوية تاع الزيت، ونخلطوهم كامل مع بعضهم. بالنسبة للدوارة اللي كنا قطعناها، كنا زدنا درنا ثان شوية تاع اللحم، يعني اللي يكون من الداخل تاع الأضحية، هذاك اللحم ولا هذوك الشواكل كيما نسموهم حنايا، كنا قطعناهم كامل من الداخل، وقطعناهم قطع صغار، وزدناهم للعصبان تاعنا من الداخل. كيما راكم تشوفوا البنات راني نخلط مليح باش نمزج هذوك لي زيبيز مع الروز مع الثوم مع النعناع اليابس والحشاوش، يعني خلطهم مليح مع بعضهم، وثان باش يتبنوا ويطلقوا البنة كامل مع بعضهم. اللي هنايا كانت أعجوزتي هي اللي خيطت هذا الكرشة، أو أنا عمرتهم، وهذه الطريقة عجبتني، يعني كانت تخيط موراها تقطع برك الإبرة أو تخلي لي الخيط راكب، نعاود ندخل فيه الإبرة برك، يعني الإبرة الكبيرة كامل، ونكمل الخياطة يعني بكل سهولة. راح نكمل العصبانات تاوعي وهكذا ياك شغل البنات. كي تخيطوها بخيط واحد، ماشي كيما نخيطو النص ومن بعد نقطعو الخيط ومن بعد نعمروهم وموراها نكملو يعني نخيطوهم. لهنا كيما شفتوا البنات يعني دارت لي كمية ما شاء الله، وكانت بقات لي بزيادة، يعني هذيك لافارس كنت خبيتها كيما راهي في الكونجيلاتور، يعني حتى لوين يفرج ربي كاش نهار يعني تتوفر عندي الكرشة نكملها عصبانات ولا نطيبها هكا كي شغل اجواز، يعني خبيتها باسكو ما نحتاجهاش هاد الخطرة. يعني الحمد لله كانت كفتني الكمية اللي كنت درتها وبزيادة. هاي ليكم هاد العصبانات اللي كنا درناهم وثقبهم مليح بالموس، يعني باش ما يطردقوش داخل لاكوكوت، ومنها باش تدخلهم هاد لاصوص وطيب مليح. وش كنت راح نقولكم البنات، كاين اللي يحبوا يديروا الروز ولا عفوا كاين اللي يحبوا يديروا الحمص الداخل في العصبان، مي انا ما نحبش نديرو الداخل، نحب ندير الروز برك، الحمص نديرو برك في لاصوص. شوفوا لي لهنايا يعني مور ما طابت لاصوص ومور ما طابت الحميصه، ندخل هاد العصبانات في لاكوكوت ونقص عليهم النار ونخليهم يطيبوا. واللي حب الوصفة تاع العصبانة بالتفصيل راح نخليها لكم في صندوق الوصف، كنت شاركتها معكم في رمضان وكامل أعجبتكم. لهنا يا حبيباتي أنا كنت طيبت العصبان نتاعي وحطيته بجيه يعني وخليته يطيب، ونورمال ما كان الوقت 5 ل5:30 تاع العشية،
وش نقول لكم البنات، وعجوزتي كانت في الجويه 12 الوحدة، يعني مور ما شوطنا البوزلوف راحت هي طيباتو وفصاتو وخباتو، يعني خباتو للعشاء. وبالنسبة للغدا يعني ما درناش باسكو ما ياكلوش، يعني الله غالب هذه هي عقليتهم شغل ما يحبوش يفطروا. تما كنا قلينا الكبدة برك، يعني ما كاش هذيك شلايض وكل شيء، يعني كون صورت لكم. وهاوليكم العصبان نتاعي انا مور ما طاب ومور ما تقالت لاصوص، كنت درتو في بورت مونجي وخبيتو في الكونجيلاتور باسكو ما كليناهش كامل نهارها، كنا كلينا البوزلوف برك مع العشيه. انا ما كليتش كامل، يعني نهار الاول تاع العيد من دون هذيك الكبده برك، بصح لا بوزلوف لا الدبارة لا العصبان ما كليت حتى حاجة، يعني كنت مقهومة. والليلة اللي قبل كنت صايمة. لا علينا، شوفوا لهنايا مور ما سيقت الكوزينة كل شيء. جيت باش نقطع الكبش كيما شفتوا مع الاول كنت قسمتها وحدي، ومن بعد تيك جا شيخي قال لي معليش هاتي نعاونك نحي لك الكتاف ولا الكتاف كيما شفتوا ولا طوابق. المهم كنا نحيناهم وموراها كملت فصلتها وحدي باسكو لا غالب شيخي يعني كتفه شويه مريض منه ما يقدرش يضرب بالمزبره ولا ويقطعها كامل، يعني كان يوري لي قلت له معليش ابي راني نعرف ليسونسيال كنت قطعتها كيما شفتوا وقسمت اللي قدرت عليها واللي ما قدرتش يعني خليتها الغدوه من ذاك باسكو فريمون اتقطعت نهار العيد. المهم كنت قسمت الليس حقيتها باسكو غدوة من ذاك، يعني ثاني عيد كانوا جاوني دارنا ولازم نطيب لهم الفطور. ان شاء الله في الفيديو الجاي تشوفوا كل شيء معايا بالتفصيل، واش طيبت لهم واش حطيت لهم، ان شاء الله تشوفوا كل شيء معايا بالتفصيل. وكيما شفتوا خياتي كيفاش كنت قسمت الكبش، يعني قسمته على 4 والنص تاعو فصلته والنص اللي بقى كنت قسمته على 2 وخبيناه ديراكتومون هكاك في الكونجيلاتور، يعني حتى وين نسحقوهم ونكملو نقطعهم باسكو فريمون كنت تقطعت وعيت. وثان كنت درت مرسوات للشوربه ولا لي بات، يعني خليتهم بجيه باش يعني نبداو فيهم. المهم خياتي واش حبيت نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاعنا تاع اليوم، وان شاء الله تكونوا خياتي استانستوا بهذا الفيديو كنت خفيفه على قلوبكم. واذا عجبتكم الفيديو تاعنا تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جام وابوني اذا ما راكمش مشتركين، وانضموا معنا لقناتنا قناه جهينه للتدابير والمطبخ. خياتي خلوا لي تعليق وجام وابوني الله يستركم، وراح نخلي لكم الانستغرام تاعي وفيسبوك وتيك توكي كامل في صندوق الوصف. مرحبا بكم معايا في كامل المواقع نتاعي. واش حبيت نقول لكم البنات، سمحوا لي راكم معايا في الانستا والفيسبوك، لا غالب ما كنتش كامل قاعده وما عنديش الوقت باش نبارطاجي كل شيء معكم في لي ستوري، يعني من العيد ما حطيت حتى حاجه. ان شاء الله خياتي يعني اللي راهم يبعثوا لي يقولوا لي ما شاركتي معنا والو، يعني ان شاء الله هاد اليومين نعاود العيد تاعي كامل من جديد ونعاود نحط لكم كل شيء في لي ستوري. لهنا ما بقى لي غير نقول لكم نحبكم وتهلاو في روحتكم، وكانت معكم جهينه من قناه جهينه للتدابير والمطبخ. سلام.